السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الاثنين عن الواجبات التي يتعين على برشلونة القيام بها من أجل استعادة أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي. وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تفعيل بند التمديد حتى الآن. وعلى ما يبدو فإن ميسي لن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء، في ظل تدهور علاقته بالجماهير الباريزية التي اعتادت إطلاق الصافرات ضده منذ توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة حريص كل الحرص على استعادة ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل. ومع ذلك فإن هناك 4 شروط يجب الوفاء بها إذا أراد برشلونة إعادة ميسي إلى ملعب كامب نو. وهي: أولا، إرساء عرض مالي جيد مثل العرض الذي قدمه له ناديه الحالي على الطاولة. ثانيا، اتصال خوان لابورتا به وتحديد موعد لعقد مقابلة بينهما، وشرح ما حدث عام 2021 وأسباب فشل برشلونة في تجديد العقد. ثالثا، يحتاج ميسي ووالده إلى شرح كيف يمكن أن يعود ليو للعب في الليغا دون أن يتعرض النادي لمشاكل مالية تتعلق باللعب النظيف. ورابعا وآخرا، اشتراط ميسي سرية المفاوضات، لأن إصرار برشلونة علنا على وجود اتصالات معه قد يؤدي بنتائج عكسية، ولا يزال أمام ليو شهورا ليعيشها في باريس، و4 مباريات على الأقل في حديقة الأمراء.